بعد شعوب الماوري في الغابات الاستوائية وقبائل آكلي لحوم البشر في الأمازون، حلقة جديدة في سلسلة أغرب أجناس المجرة تقودنا إلى البحر الأبيض المتوسط لاكتشاف جنس بشري حير العلماء. إنهم سلالة الجزائريين، فصيلة غريبة الأطوار أثبتت التحاليل وجود خلل عندهم في كروموزوم النرفزة. حسب الإحصائيات الرسمية للمنظمة العالمية للتجارة، 70% من هؤلاء القوم يمتلكون هاتفا ذكيا تفوق قيمته 3 ملايين، لكن جواربهم مثقوبة. 98% ممن يقولون كلمة إن شاء الله يقصدون بها لا. 99% من هذا الجنس لا يجيبون على الهاتف حتى يرن 3 مرات على الأقل، حتى لا تضيع هيبتهم الاجتماعية ويظهر أنهم كانوا ينتظرون المكالمة. الآباء كانوا كل الآباء الجزائريين كانوا الأولين على مستوى مدارسهم، وهنا علميا نتساءل من كان يحل في المرتبة الثانية. من هم المرتبة الثانية؟ يتكلم هذا الجنس لغة غريبة. بش تعني تعالى بلغة القطط، في حين أن الصب تعني أغرب عن وجهي. تحلم منظمة حقوق الحيوان بلقاء جزائري واحد لم يسبق له في حياته أن أطاك الكلاب بالحجارة لتكريمه. منظمة حقوق الفريجيدارات أيضا تحلم بلقاء جزائري لم يحاول إطفاء ضوء الثلاجة وهي مفتوحة. شعوب العالم يحاربون ستريس بالتنزه في مراكز الترفيه والسفر. تحس هذه السلالة براحة كبيرة عند ممارسة طقوس عجيبة كطرطقة نبابل الأمبالاج أو المساواة في طرفي غاز البريكي، كما لا يهنأ بالهم إلا بلحس غطاء علبة الياغورت من أجل تلك الفتيتة أو إلصاق الشوينغوم تحت الطاولة. يحبون التحراش والمتالبة، وويل لمن سقط في يدهم لن يتركوه ترونكيل. وش راك تسنى؟ ماذا تنتظر من قوم إذا مرت نملة أمامهم يغلقون لها الطريق بيدهم؟ كيف تريد أن يتركوك ترونكيل؟ هذا خليك ترونكيل. يمتلك الجزائريون خبرة كبيرة في الدلاع، بمجرد الدقدقة عليها يستطيع طفل صغير التأكد إن كانت حلوة وحمراء. يقيسون السراول بأيديهم، يفيريفيو قارورة الغاز بالبريكي، وإذا وجدوا فويت يسدونها بالعنك. يصلحون التلفاز بالضرب إذا فسد. يعيدون تشغيل البيل بالعض. إذا وجدوا خبزا مرميا في الطريق يحملونه بكل احترام ويقبلونه ثم يعيدونه مجددا على قارعة الطريق. في بلاد العجم يعتبرون الوقت من ذهب، وأن عمل اليوم لا يؤجل إلى الغد. خلاف ذلك فإن الأمثلة الشعبية عند الجزائريين تحفز وتشجع على الراحة. كل عطلة فيها خير. البركة في القليل. قهوة وسيجارة أفضل من السلطان في داره، بالإضافة طبعا إلى الكلمة السحرية عند كل إخفاق: الله غالب. استنادا لتقاليدهم العجيبة يجد هذا الجنس تفسيرا لكل شيء. كي تكون الشتاء ولا السماء، إذا كان اليوم مشمسا وممطرا في نفس الوقت فلا علاقة للجيولوجيا بالأمر. اتفقت الأبحاث العلمية الجزائرية أنه عرس الذئب. أمر عرس الديب. إذا مر أحدهم فوق الآخر يجب أن يعود، وإلا فسيصبح قصيرا. إذا حك أحدهم عينه يجب أن يقبل إصبعه. حسب دراسة جزائرية ثبت علميا أن الشعير في العين تشفى عن طريق تدوير 5 دنانير جزائرية 7 مرات. بالنسبة لهم اسأل المجرب لأنه أفضل من الطبيب. السقوط المفاجئ بالارتعاش لا يملك إلا حلا واحدا، وهو الإمساك بقوة بمفتاح. المشكلة أن هذه الأمراض تشفى فعلا بهذه الطقوس،
إذا أصيبوا بحكة لا يحتاجون طبيب الجلد. الحقيقة العلمية أن الحكة في اليد هي أموال ستدخلك، أما في الظهر فهي أناس يتكلمون عنك بالسوء. بسبب القلق الزائد قد تتخلط بينهم في أي لحظة حتى عمن يدفع الحساب، إلا أنهم لا شك أنك ستجدهم في وقت الحاجة. علم بلادهم دائما حاضر معهم ليحملوه إذا اقتضت الحاجة. يموتون على بلادهم، وطنهم خط أحمر، إنهم راسة ومن خلط فيهم باصة.